السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متابعين قناة ساتيليت. رجعنا لكم اليوم إن شاء الله. أرجع على الجهاز ستار سات SR 2075 HD. الجهاز هذا شنيا اللي فيه شنيا ما فيهوش، باش نقوم إن شاء الله بالشرح عليه. جهاز بريسك شبيه للجهاز ستار سات 440 HD، نفس المواصفات، نفس المعالج، نفس لابولمونات، نفس البروجرام، نفس كل شيء. تفرق شويه في الميني كاو. حلوا العلبة الجهاز، شوفوا الجهاز تاعنا كيف ما تراو. هذا الجهاز، هذا جهاز ستار سات. حلوا الباكو نتاعو، سامحوني. به هذا الجهاز ال LMB التونير، البور USB، بور HD، بور AV. باهي نقلبو. عنا البور RS 232 وال USB والمستقبل إشارة الريموت كنترول، وذا 12 فولت نتاعنا بالطبيعة. ديما اي حاجه باش تقراها تلقاها مكتوبه من اللوط هكا افي، هكا الهاش دي، بور الهاش دي، بور يو اس بي. بالنسبه لهذا الجهاز، هذه الواجهه نتاعو مش ما حاجه جديده وباهي، مش خايبه. باهي يجي معاه كابل هاش دي نص متر، يجي معاه الترانسفون نتاعو اللي هو فيه 12 فولت، يقرا 12 فولت، خلي رجلك 12 فولت سامحوني، والعدسه نتاعو. وهذا الكوموند، هذه الكوموند نتاعو كيف ما تراو، الدوريجين نتاعو اللي تخرج معاه. به باش نقوموا بايصال الجهاز مع شاشة التلفاز، وكيفاش نقوموا بتمرير تحديث الجهاز، ونقوموا بتمرير ملف القنوات، ونعطوكم عليه لمحة صغيرة وكذا ان شاء الله. نرجع لكم هاي. به رجعنا لكم شباب، مع قمنا ايصال توا الجهاز مع شاشة التلفاز كيف ما تراو. تو باش نقوموا ان شاء الله تمرير التحديث للجهاز. ننزلوا ميني. هذه الواجهه نتاع الجهاز كيف ما تراو، بريسك شبيه الاندرويد. هذا انستالاسيون لهذا الشانل، ونجو احنا اللي حاجتنا به ابديت. اوكي، سوفت وير ابديت. نجو لهنا، ننزلوا اوكي. بطبيعتك انت تهبط التحديث موجود في الموقع الرسمي نتاع شركة ستار سات، تمشي تهبط، توسع بالك في عقلك، تاخذ الفيرسيون تاعك في عقلك باش ما تغلطش، باش ما تعديش حاجة بالغلط. كيف ما تراو هاو الفيرسيون 2075، عنا 2075. اوكي، تبدا مريقل، تنزل اوكي. بالطبيعة انا بالفيرسيون الاخرانية بالكل. نستنوا حتى يبدا يعدي في التحديث نتاعو. حاولوا كيفاش نوقفوا الفيديو باش يوصل للاخر. كيف ما تراو شباب سعيد قريب يكمل، باش يعاود يتحل كيف ما تقراو. نستناو شويه، ما تعمل حد شيء، انت تبقى جيست تستناه وحده يريبوت، يعاود يديماري. هاو كيف ما تراو اون برانسيب ان شاء الله باش يتحل معانا. تستناه شويه، الجهاز باش يديماري باذن الله. كيف ما تراو الجهاز خرج لنا القنوات لمحة صغيرة. هذا سات 2 IPTV. احنا شنو باش نعملو؟ نجو انستالاسيون، نهبطو سامحوني مش انستالاسيون، باش نفصفو الليست الشاني الكل. ننزلو اوكي لهنا، ننزلو اوكي، نعطوه اوكي، يفسخ لنا القنوات الكل. نجو الابديت، اوكي نهبطو اوكي. سامحوني وقفت خاطر الموتور ما تعدي يحس ما شاء الله. باهي ننزلوا اوكي، نهبطوا ملف قنوات، نمشيو لستار سات. اوكي وين اهو 2075 كيف ما حكينا. تنزل اوكي. انا اللي الجهاز هذا فيه كان ملف القنوات في النيسات بركه. وعلى فكره ملف القنوات يخدم عليه نفسه نتاع 444.
يعني نفس المعالج ونفس القنوات ونفس البروجرام ونفس الابليكاسيون اللي تنجم تربطها بالجهاز، كما عملنا فيديو سابقا على ال 444. نجم يعني تليفونك الكل يولي موجود في التلفزة، يعني عن طريق الريسبتور تولي عبارة اندرويد وتتفرج في سواء فيديوهات سواء تصاور اللي هو. المهم باش يولي كل شيء موجود. تو كيما تراو الجهاز باش يعاود يديماري، تسكر باش يعاود يديماري باذن الله كيما تراو. باش يخرج لنا كيما مرتب وين على القناة الأولى، كيف ما تراو مرتب قنوات الكل. ومرحبا بكم الناس الكل. باهي نعملوا لمحة احنا لهنا، عنا فيه الابليكاسيونات لهنا كيف ما تراو، هذوما الابليكاسيونات الكل. عنا لهنا السيرفير اللي ما غير ما نذكروا الاسم تاعو، اللي هو باش تلقاه فيه عام كامل سبورت تي في. كاو عندك لهنا يوتيوب، لهنا باش تلقى تيك توك. كاو السيرفير ريسبتير مش خايب. ان شاء الله يكون الشرح افاد الناس الكل. مرحبا بكم. السلام عليكم.